نبدا قولي كيف كافة البشر باسم رحيم الرحمن خالق كل شي مزيان وصلات احلى النبي العامر وجهه بضيان جنان وصحابه في كل زمان. يا بنت السلطان انا خديم وانت صاحبك بالشان، بيني وبينك بيبان زهرة دفلة في الكون قايمة زينك شحال يبان مرار وعد بشبان. مصارك كله فوحة بالعطار ولباسك كله الوان، تبتيني بعلان فقري رسمه لداك الزهر كيف بلوغك في مكان. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم. أولا وقبل كل شيء كنشكر الناس الجدد اللي انضموا للقناة ونقول لكم مرحبا بكم. جيتوا العنوان المناسب في جعبتي الكثير والكثير أقدمه لكم. كنشكر الناس اللي معايا من بدايتي حتى لدابا، الشكر الجزيل والتقدير وكلمة شكر قليلة جدا في حقكم. نبغي نتقاسم معكم طرطة إسبانية لذيذة جدا في المذاق، بدون زيت بدون زبدة بدون خميرة، بثلاث مكونات فقط تحصلي على طرطة لذيذة معلكة متماسكة كتذوب في اليد قبل الفم. ما نبداو كعادتنا نصليو على الحبيب المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وناخذ المقادير. عندي 4 البيضات متوسطة الحجم، وإلا عندكم البيض كبير استعملوا 3. عندي قبسة ملح، وعندي 200 غرام ديال دقيق اللوز. يقدر ياخذ اكثر ويقدر ياخذ قل على حسب البيض. 100 غرام او نص كوب ديال السكر، قشرة الليمون او قشرة السيترون محكوكة، وعندي هنا اللوز افيلي للتزيين. وقطر الفرن هو 26 سنتيم. ناخذ معكم البيض هو الاول. بسم الله. والمقادير غادي نخليهم لكم ايضا مكتوبين على الشاشة. نطرب هاد المقادير بعدا. بسم الله. نوريكم منين جبت هاد القشره ديال السيترون وكيفاش حصلت عليها. نتقاسم معكم فيديو قادم ان شاء الله، فيديو اخر بشويه بشويه وحنا كندوروا فيه باش ما تنزل ليناش الكيكه ديالنا او الطورطه ديالنا. بسم الله. تقدري تعوضي قشره الليمون بالفاني او قشره البرتقال، لك حريه الاختيار. كما تشوفوا القوام ديالو كيكون خفيف ما تيكونش ثقيل. غادي نجيبو المول اللي سبق لي وريتكم. كما تشوفوا هذا 26. انا كنستعمل هذه، ولا تقدروا تستعملوا ايضا الزيت والدقيق. بسم الله. نزينو
نديرو اللوز ايفيلي من الفوق. ندخلوه للفران. عندكم الفران ديال الغاز كتعرفوا ديروه من الفوق ومن بعد ترجعوه لتحت. عندكم الفران ديال الضو غادي ديروها على 180 درجه. عندكم الفران ديال الفرفاره ديروها على 160 درجه من الفوق ومن التحت. ونخلي لكم ايضا مكتوبه على الشاشه. هذه هي النتيجه ديال الكيكه التورته اللي تقاسمت معكم ديال اللوز. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الحجم ديالها كي داير، شوف المنظر فيها، يا سلام. بلا خميره بلا زبده بلا زيت تتحصلي على كيكه ما شاء الله تبارك الرحمن. غير دقيق تاع اللوز عندك الكيكه ما شاء الله. كتذوب في اليد قبل ما تذوب في الفم. رائعه، طالعه مهويه خفيفه لذيذه في المذاق، معلكه ما شاء الله. جربوها ردوا عليا في التعاليق كيفاش جاتكم. نتمنى الفيديو راق اعجابكم، استمتعتوا بالمشاهده، استفدتوا شي حاجه. شكرا لكم على المشاهدة والمتابعة. يتجدد لقاؤنا إن شاء الله في فيديو قادم إن كان في العمر بقية. ما تنسونيش من التعليق ديالكم الجميلة مثلكم والبرتاج واللايك، بعض المرات كتنسوه. شكرا لكم مرة أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تركتكم بين أيدي الرحمن ليرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقلبه